السلام عليكم متابعيني في كل مكان، مرحب بكم. اليوم حابة أعمل معاكم وصفة من وصفاتنا السودانية الجميلة جدا، اللي هي الشيء السودانية بتوابل بسيطة جدا، وبتمنى إنها تنال إعجابكم. مكونات الوصفة بتاعتنا اللي هي عبارة عن لحمة، سواء كان ضاني أو عجالي. قطعوها بالطريقة اللي بتعجبكم، يفضل إنه يكون فيها دهن، بالإضافة لفلفل أسود وكزبرة وملح وبصلة وتوم وشطة حسب الرغبة، وبهارات صحيحة اللي هي عبارة عن فلفل أسود ورقار كمبة ورنجال وشوية من الزيت النباتي. على طاوة أضيف الزيت والبهارات الصحيحة وأقلبهم، وأضيف اللحمة بتاعتي، ولازم النار تكون مرتفعة شديد في البداية عشان اللحمة تاخد صدمة. أقلبهم كويس. غطيها وخليها كده لمدة 5 دقايق وافتح عليها تاني. لو لاحظتوا طلعت سوائل كتير، عشان كده ما بنضيف لها اي موية تاني، حنخليها تستوي بالسوائل اللي فيها دي. هضيف البصل والثوم والشطة الخضراء وزي ما قلت حسب الرغبة، واقلبهم تاني واغطيهم واخليها تستوي بالموية اللي نزلت منها، وممكن تنزل سوائل تاني. بعد ما استوت ومويتها خلصت، ابتدت تتحمر بعد بشوية الزيت اللي خطيناه. أضيف الفلفل الأسود والملح والكزبرة في النهاية أضيفهم. ودي البهارات بس اللي بنحتاجها للحمة عشان نحس بطعم اللحم كده الحقيقي، ما بنكتر البهارات كتير. فنحاول نقلبها ونقلبها ونقلبها لمن نحصل على اللون المحمر الجميل. هي كده خلاص استوت، اتحمرت وبقت جاهزة، وحننقلها طوال للصحن بتاع التقديم. الريحة روعة شديد وطعم جميل. ده الشكل النهائي بتاعها. قدمتها مع العيش السوداني بتاعنا والسلطة الخضراء والشطة. بتمنى انها تنال اعجابكم، يا ريت تجربوها وتورينوا رايكم شنو، ويا ريت تعملوا اعجاب للفيديو وتشاركوه لو متابعيني، ولو ما متابعيني اعملوا اشتراك في القناة عشان ما يصلكم كل جديد. وشكرا لكم كتير، والى اللقاء في وصفة تانية. مع السلامة.